السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في البداية ما تنساوش الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو. دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات المتقاعدين بنسبة 25%، ومراجعة النظام الضريبي على الدخل بتخفيض الحد الأقصى إلى 34%، والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم كصافي شهري. وطلبت المنظمة بالإعفاء من الضريبة على الدخل مع الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل وحذف البند 37. ودعت المنظمة إلى حماية حقوق الأجراء والمستخدمين في القطاع الخاص وتأمين الشغل اللائق والحفاظ على استقراره باحترام مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى خلق فرص شغل للشباب خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، ومحاربة الفقر والهشاشة، وإحداث تعويض عن البطالة وفقدان الشغل بحد أدنى للأجر الاجتماعي. كما نادت بإنصاف المرأة العاملة بتكريس حقوقها الدستورية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كمدخل لتزيين مبدأ المناصفة الحقة. وطالب التنظيم النقابي أيضا بسحب المشروع الحكومي المتعلق بالإصلاح المقياسي لنظام التقاعد وتنزيل قانون يضمن تقاعدا كريما في نظام موحد وعادل ومنصف، كما هو الشأن بالنسبة لتكبيل الحق الدستوري في الإضراب، داعيا إلى اشتراك مغاربة العالم في المؤسسات الدستورية التمثيلية والاستشارية وتحفيزهم على الاستثمار في وطنهم وحماية حقوقهم بالمغرب.